بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله اللي معاكم في الفيديو دلوقتي ديت بنتي، ربنا يبارك في عمرها. هي اللي قررت تعمل لنا كيكة النهاردة بطريقتها هي بقى، بطريقة جديدة ومختلفة. هي دلوقتي حطت في العجان 3 بيضات وهتضيف عليهم كوباية ونص سكر ومعلقة فانيليا. طبعا انتم عارفين كل المقادير دي، وعارفين طبعا الكيكة بتتعمل ازاي، وكلنا شطار زي بعض. هي دلوقتي طبعا بعد ما ضافتهم هتدور بقى تشغل عليهم العجان. وطبعا انا عاوزة اقول لكم نصيحة: ما تخليش ولادك يدخلوا المطبخ. نصيحة مني، المطبخ كله كان ما شاء الله، وكنت هموتها ان هي دخلت المطبخ اصلا واتلزقت في حاجتي. بعد ما ضربتهم حلو ضافت عليها نص كوباية زيت و... و... وتلات ارباع كوباية لبن. هتضربهم طبعا حلو زي ما انتوا بقى عارفين. كل الحاجات الحلوة دي ما عندكيش عجان، اشتغلي في الخلاط عادي، كله بيمشي. هي مش عارفة ترفع العجان ومش عارفة تشتغل فيه، وكانت مغلبة نفسها حلوة قوي. ديتي هي حطت كوبايتين ونص دقيق وعليهم معلقة معلقة بيكنج باودر. طبعا انتوا شايفين كل حاجة قدامكم، وانتوش محتاجين ان انا اوصف لكم على البهدلة اللي هي كانت متبهدلاها. هي بعد ما عملتها بقى، كانت هي طبعا مولعة الفرن من قبل ده كله وسايباه يسخن. يسخن بقى حلو. عملت دهنة الصينية زيت ودقيق. طبعا ده اللي ما عندوش ورقة زبدة، هو ورق الزبدة كان موجود بس هي معرفتش تستخدمه، فهي اتصرفت وعملت دهنة زيت ودقيق، وحطيتها في الفرن لغاية لما استوت وطلعت زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر الحلو ده. والله بأمانة كان طعمها خرافة، بجد والله كانت تحفة جدا. إيه هي طبعا اول ما قلبتها كده وشافتها هي اتعقدت، زعلت قوي 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 ان هي طلعت محمرة من تحت شوية، بس انا عن نفسي بحبها محمرة كده. طبعا قلبتها وسابتها لما بردت، وبعد كده عملت عملت الكريمة. ضافت كوبايتين لبن وكوباية كريم شانتيه وكوباية بستري الاتنين، او تقريبا كان 3/4 كوباية بستري. وضربتهم بقى حلوة قوي لغاية لما تقلم. انا طبعا ما كنتش في البيت وجيت لقيت كل ده معمول. انتوا دلوقتي هتشوفوني بقى، انا هظهر دلوقتي في الفيديو، لان انا اول ما دخلت قلت لها: انت بتعملي ايه؟ إيه اللي انت بتعمليه؟ إيه اللي دخلك المطبخ؟ وبعدين قامت قالت له: والله كنت بعمل لكم كيكه يا ماما. قلت لها: كيكه؟ ما انت مالك انت. ما علينا ما علينا، مش مهم. المهم قامت طبعا ضربت الكريمه بقى وجت قالت لي: تعالي بقى انت كملي، انا ما عدتش عارفه اعمل حاجه، انا خفت. دخلت انا بقى طبعا شلت حروف الكيكه زي ما انتوا شفتوا كده. قسمتها بالنص الاول، وبعد كده شلت حروف الكيكه وابدا اشتغل بقى فيها على طول. هي كانت مقطعه الفراوله وكانت مجهزه كل حاجه. انا ما عملتش حاجه غير ان انا رصيتهم بس لها بس كده. بدات بقى ان انا ارص لها. هي قالت لي: انا عايزاها كذا، يعني هي عايزاها بالطريقه دي، انا مش عاملاها من دماغي. هي قالت لي: انا عاوزاها تعملها لي كده، انا شايفاها كده وعاوزاها كده. طبعا عملت لها اللي هي عاوزاه. حاولت بس ان انا اظبط الفراوله من الجنب ده والجنب ده علشان نوسطن الكيكه في نص الصينيه زي ما انتوا شايفين. ونصيحه برضو: ما عادش تسيبي بيتك لولادك، او لما تمشي اقفلي على حاجتك سكه عليها عشان ما ترجعش تلاقي الدنيا خربانه. المهم بقى عملتها لها زي ما هي عايزه، فرحتها طبعا علشان هي ما تزعلش. رصت الفراوله زي ما انتوا شايفين كده، وكانت هي برضو عملت ميه السقي بتاع الكيكه، ميه وسكر. سقيت بقى الكيكه، بدأت بقى بعد كده احط لها بقى، اركب لها الطبقات اللي هي عايزاها. حطيت طبعا كل حاجه واضحه قدامكم وانتوا شايفين. وما جابتش كيس حلواني، وكانت خايفه لما لقيت ولقتني بصوت بقى منها، ما عادش رضت تتلزق في اي حاجه تانية موجوده. قالت: استكفى باللي موجود كده. طلعت كيس تلاجة واشتغلنا بيه، اشتغلت بيه. هي كانت بتجهز على ما انا يعني تفاجئني بها كده. فانا طبعا جت وهي شغاله، انا اللي فاجئتها مفاجاه حلوه بصراحه. بعد كده حطيت الكريمه، وبعد كده هنضيف لها. هي كانت مقطعه قطع فراوله وركناها على جنب. بدات بقى اضيفها كده على الكيكه. حطيتها لها من النص. ممكن تستغني بدل الفراوله، ممكن تحطي كيوي،
هيطلع برضو جميل. وممكن ممكن تضيفي مانجا في موسم المانجا، وممكن تضيفي تفاح برضو هيطلع جميل. يعني اعملي اللي ولادك بيحبوه من الاخر كده، ايه، اعملي اللي بيحبوه واللي انت شايفاهم بيحبوه. معايا قولي معاكي يا اموله. ضفت لها طبقه كريمه تانية بس علشان ايه تمسك في الكيكه. وان شاء الله باذن الله إيه تجربوها باذن الله وتعجبكم ان شاء الله. إيه طبعا جيت اطلع الطبقه التانية من الكيكه اتلقيتها ايه مفروله. مش إيه، لا مش مفروله، إيه اتقطعت مني وانا بطلعها من الطبق. إيه بدات بقى اظبطها زي ما انتوا شفتوني بقى كده. هبدا بقى ان انا ارصها بقى والزقها في بعضها. احنا ما عندناش حاجه بتترمي. والحروف حتى اللي طلعت من الكيكه دي كانت تحفه. كانت تحفه مقرمشه بقى للي بيحب الحاجات المقرمشه زينا كده. كانت خطيره بجد. كفايه شكر بقى لغايه كده فيها عشان ما تتغرش على لما تسمع الفيديو. بدات بقى طبعا انا زينها بقى حطت لها طبقه الكريمه التانية عليها كده. وابدا ازينها. حاولي بقى تسويها وتعملي لهم الحاجة اللي هي ترضيهم. هي كل دوت حاكم، هي كانت واقفة ورايا. يعني هي واقفة قدامي هنا ومستنية تشوف انا هعملها لها زي ما هي عايزة ولا لا. وطبعا بعمل لها كل اللي هي عايزاه علشان ما تزعلش، لان هي زعلت لما تلقت الكيكة طالعة من تحت محمرة شوية، فهي قالت لا ده هي كده اتحرقت مني وباظت. بس هي بجد والله كانت تحفة. طبعا بعد ما خلصت الكريمة وسويتها حلو، بدأت بقى ازينها لها كده تزيين بسيط. طبعا التزيين ده كله هيتغير دلوقتي تاني عشان هو ما عجبهاش. فبعد ما انا خلصت خلتني غيرت تاني. هتشوفوا برضو كل حاجة دلوقتي هتشوفوها معاكم. غيرتها بقى وعملتها لها بشكل تاني، عجبها قوي بقى الشكل التاني دوت. قالت لي تحفة، هو ده اللي انا كنت عاوزاه بفكر فيه. شوف انا كده قلت لها خلاص كده هنختم بقى الفيديو. قالت لي لا. فبعدها بقى قمت عامله لها كده، اجت قالت لي يا ريتك عملتيها بقى من الاول كده. رأيكم بقى في الشكل ده احلى ولا الشكل الاولاني؟ انا شايفه ان دوت احلى. رأيكم بقى في الجمال والحلاوه ديتي. بجد تسلم ايدها وعاشت ايديها. كانت تحفه وخطيره بجد. يلا اوريها لكم بقى. طبعا هي كانت المفروض تدخل التلاجة وتفضل فيها على الاقل خالص ساعتين. بس طبعا علشان هي كانت مستعجله وعايزه تشوف النتيجه بتاعتها، انا قطعتها لها على طول بعد ما خلصت التزيين. ما دخلتش حتى 5 دقايق التلاجة. فتحتها بقى. خلي بالكم خلي بالكم لو انتوا عندكم الصواني دي يعني وبتفتحوا، عشان انا كنت بوقع في الفراولة كلها اللي من الجوانب. فتحتها بقى وزي ما انتوا شايفين كده الجمال والحلاوة ده. بصوا بقى. بصوا بقى وشوفوا الجمال والحلاوة. والله عاشت ايديا وايديها. ابدأ بقى اقطعها واوريها لكم من جوه. طالعة ما شاء الله. كانت خطيرة. حتى اللي بات منها لما التاني يوم كان احلى واحلى كمان من اول يوم. كانت تحفة. جربوا الوصفة ديت واعملوها لولادكم ولحبايبكم، هتعجبهم جدا. وخلوا ولادكم يدخلوا المطبخ عادي. انا برضو بسيبهم يدخلوا المطبخ وبعملوا حاجات كتير. بس انا ما بحبش حد يتلزق في الحاجة يعني كده ويبهدلها لي. بحب اعمل انا كل حاجة بايديا. ايه رأيكم بقى في الجمال وفي الحلاوة دي؟ ايه رأيكم بقى؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين الطبقات؟ وهتبقى حاكم احلى واحلى لو انت عملتها بالكيك السبونج. هتبقى جميلة قوي. هي عاملاها بالكيكة العادية، كيكة الشاي العادية بتاعتنا اللي احنا بناكلها يعني في اي وقت دي. انما هي الاحلى واحلى هتبقى بالكيكه السبونج الكيكه الاسفنجيه. رايكم بقى؟ انا دقتها بجد كانت خطيره. كانت تحفه. يلا جربوها واستودعكم الله. دمتم في رعايه الله. مع الف سلامه. وما تنسوش تعملوا الاشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. دمتم في رعايه الله.